السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله في وصفة النهارده هنعمل معاكم كاندي بالجيلاتين. حاجة مفيدة جدا، الوصفة دي مفيدة جدا يا جماعة، للعظم للشعر للبشرة. الجيلاتين اللي هنحطه في الوصفة دي هنعمل زي الكاندي بالظبط بالكركديه والجيلي فراولة. ويبقى معانا 4 معالق جيلاتين كبار، نص كوباية سكر، علبة جيلي فراولة عشان نحسن من الطعم، ودي كوباية كركديه كبيرة غسلناها وصفيناها، ودلوقتي هنغليها في 4 كوبايات مية. تمام، وصفة جميلة جدا وطالعة ترندي، وإن شاء الله تعجبكم بأمر الله، وطعمها خطير يا جماعة ومفيدة جدا جدا يعني الفايدة بتاعتها عظيمة، عشان بوجود الجيلاتين ده اكتشفوا العلماء ان هو مفيد جدا للعظام، ومفيد جدا للمادة الجيلاتينية في الركب، ومفيد للبشرة للكولاجين في البشرة، مفيد للشعر وللأظافر لحاجات كتير جدا. فإن شاء الله الوصفة دي تعجبكم. غلينا الكركديه كده لحد ما نزل المية بتاعته بالمنظر ده، مع فيه 4 كوبايات مية حلوين. ودلوقتي هننزل بنص كوباية سكر. تمام، عشان نحليه كده. عاوزين تعملوه بأي فواكه تاني غير الكركديه مفيش مشاكل. لو بعصير برتقان هنجيب مثلا جيلي مانجا أو جيلي يوسفي أو جيلي برتقان ونحطه برضو. تمام، ونزلنا بالسكر و4 معالق الجيلاتين وبكيس كيس الجيلاتين الفراولة، وهندوب حلو قوي 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 عشان الجيلاتين بتاعنا يدوب كويس في الكركديه. طبعا هو سخن زي ما انتم شايفينه كده، لسه نازل من على النار. وصفة سهلة ومفيهاش أي مشاكل. 4 معالق جيلاتين كبار، الجيلاتين ده بنجيبه من عند أي عطار، وهي دي الفوائد اللي الناس اكتشفوها في الجيلاتين. فالوصفة دي جميلة جدا وطالعة جديدة وهتعجبكم بأمر الله. وممكن تعملوها بقى زي ما قلت لكم بعصير برتقان، عصير مثلا جوافة، أي عصاير انتوا تحبوها ومعاها جيلي يديكوا طعم حلو، أو معاها الجيلاتين. بعد ما دوبناه وحسينا ان كله داب مع بعضيه، هننزل بقى كده في علبة ونسيبه لما يبرد بره التلاجة، وبعد كده ندخله في التلاجة ونسيبه لتاني يوم. هتشوفوا بقى الجمال دلوقتي، وبقى متماسك ازاي، وطعمه يا جماعة عسل. طعمه عسل بجد يعني، كاندي كاندي يعني، بس دي حاجات طبيعية وحلوة. بصوا بقى الجمال. هنقطعه بقى كده مربعات كده، وتاكلي منه وتاكلي للاولاد، حلو جدا زي ما قلت لكم، وفيه فايده عظيمه جدا. عشان كده انا حبيت اجيب لكم الوصفه دي النهارده تفيدكم وتفيدني، وان شاء الله ربنا يجعل فيها خير بامر الله. انا عرفنا ان الجيلاتين ده بيحطوه في منتجات وبيتباع بمبالغ جامده جدا. تمام، فاحنا قلنا طبعا الوصفه دي حلوه ومفيده، ليه ما نفيدش بعضنا بكل حاجه نعرفها فيها خير وفايده. تمام، وانا ما باخرش عليكم اي حاجة يكون فيها مصلحة لينا وللكل بأمر الله. طبعا كده احنا بنفك اهو من بعضيه كده. هبتدي بقى اطلعه بالمعلقة وهعبيه في قلب كوبايات. ويا رب الوصفة الجيلاتين بالكركديه والجيلي عجبتكم. ما تنسونيش بقى تدعموني بالاشتراك وشير ولايك للقناة. وده كان الشكل النهائي، حاجة كده طعمها خطير. اتمنى تجربوها بجد، وبألف هنا وشوف على قلوبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.